الجريمة تمت بدافع السرقة. الطب الشرعي أكد نانيس الأم طعن وخنق، هديل الطفلة الصغيرة طعن وخنق، حتى أنس الطفل الصغير خنق فقط. وهنا بدأ السؤال اللي يحير الكل، مين يقدر يعمل كده؟ طيب ليه؟ المهندس هاني هو أول واحد يتشك فيه، بس تم إثبات إنه كان موجود في شغله ساعة الجريمة، وشهود كتير أكدوا كلامه، فتم استبعاده من دايرة المشتبه فيهم. لكن في نقطة محدش خد باله منها، لأن القاتل فعلا شكله مش غريب عن المكان، كان فعلا بيخش البيت كل يوم. الشرطة بدأت تشك في الجيران، في الأصحاب، في كل الناس اللي حوالين نانيس وهاني، لحد ما واحدة من صديقات نانيس قالت جملة قلبت الدنيا كلها. في شخص كان معجب بنانيس زمان وحاول يتواصل معاها كذا مرة، بس هي صدته بطريقة حادة جدا. الشرطة جابت اسمه واكتشفوا انه شغال بره مصر، بس المفاجأة انه كان موجود جوه مصر ساعة ما حصلت الجريمة دي، واتضح انه كان حاجز تذكرة سفر تاني يوم. تم منعه فورا من السفر واتحقق معاه، لكن طلع بريء تماما.